ضحك عليك يا معلم وقالوا لك خد لك خطوة بحجة ان الخطوة الاولى يعني هي الاصعب، ومجرد ما هتاخدها الدنيا هتظبط معاك. بس يمكن نسوا يقولوا لك انه في كمان خطوة تانية وهي دي الاصعب والاهم. انك تاخد خطوة اولى وتشتغل دي سهلة، الاصعب انك تاخد خطوة تانية وتكمل شغل رغم الظروف والناس التوكسيك اللي تقابلك هناك. فكرة ان اخد خطوة واشغل الدش دي سهلة، الاصعب ان اخد خطوة تانية وادخل تحت مية الدش الساعة. حتة ان اخد خطوة علشان ابقى في التشكيلة الاساسية للحجز الخماسي مع اصحابي والله سهلة، انما الاصعب ان اسجل هاتريك وابقى نجم المباراة ومحدش يعرف يلعب الحجز ده يا باشا غير لما يكلمني. ان اخد خطوة علشان ادخل كلية توب سهلة، انما الاصعب ان اخد خطوه تانية علشان اطلع حد شاطر متميز من الكليه دي. ويا معلم هي كانت باينه من وانت صغير اصلا، من ساعه ما كنت بتحبي ويقول لك تخطي العتبه، وبعد ما تخطي العتبه ايه اللي بيحصل؟ بيسيبوك تاخد خطوه تانية علشان تتعلم المشي وتمشي لوحدك. فلا يا معلم، الخطوه التانية هي الاهم، الخطوه التانية هي الاصعب. ولاي حد اخد الخطوه خلاص ومستني كده انه يخلص يا باشا، فلسه في خطوه تانية، فما تستسلمش وكمل. وبس كده يا صديقي، احنا كنا بنفضفض مع بعض وسلام.